مكان مهجور تماما، تقريبا صعب الواحد يدخل جوه، اكيد مسكون، في اصوات، مكان مقفول من مئات السنين، عامل زي المدافن. بسم الله، لازم نتحصن قبل ما نخش. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ممنوع الدخول، ممنوع الدخول. من 1997. ده كنز، ده كنز. فين البيبان قديمة جدا، لازم موجوعة وما فيهاش اي حاجة ومقفولة وممنوع الدخول. انا بحاول ما اغوطش قوي في المكان. شايفين هنا في اجزاء مفتوحة تحت الارض، مكان عجيب. شوف الجزء المقفول دوت، فانا مش عايز اغوط قوي في المكان. تعالوا بقى نطلع من الجزئية دي. الحقيقة قلبي اتقبض لما دخلت في الجزء ده. اهم حاجة ما تضيعوش تعبنا دوت، وتدعمونا بلايك وتشيروا. احنا دلوقتي ماشيين في مكان المفروض ان احنا رايحين عشان نكتشف شركة الفوسفات القديمة، ولكن اللي وصف لنا قال لنا امشوا على طول، فاحنا مشينا فدخلنا في حتة مقطوعة خالص ما فيهاش اي حاجة، زي ما انتم شايفين كده ما فيهاش اي حاجة. فاحنا هنكمل ونتوكل على الله ونشوف بقى ايه اللي مستنينا جوه. حاليا انا قصاد شركة الفوسفات بالظبط، وهي دي المبنى اللي قصادنا على طول. احنا رايحين دلوقتي نشوفها. الشركة زي ما انتم شايفين موجوعة، ما فيهاش اي حد ولا عليها اي حاجة، يعني انا عايز ادخل جوه، ولكن الموضوع يبقى مقلق شوية لان الشركة موجوعة بقالها سنين. زي ما انتم شايفين كده ده المصنع والمكان اللي كانوا بيستخرجوا منه الفوسفات. فانا هنزل واكتشف ايه اللي موجود تحت وايه اللي موجود في الداخل. فتعالوا نشوف ايه اللي موجود جوه. فتعالوا نبص من الشبابيك ديت، لان تقريبا صعب الواحد يدخل جوه، ولكن هنصورها من الشباك. وده الشكل من الداخل. عايز اقول لكم في اصوات، بس تقريبا يعني حاجة، يعني قطة ولا كلب ولا حاجة، ولكن المدينة شكلها غريب جدا. ده شكل مصنع الفوسفات القديم، شايفين عامل ازاي. مكان مهجور تماما، فاحنا لازم نتحصن قبل ما نخش. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. فانا بكتشف المكان. دي المخازن، حتى مكتوب عليها المخازن. في عظم اهو، بس اكيد بتاع حيوان. هنقول بسم الله ندخل المخزن. بسم الله، بسم الله. ده شكل المخزن من الداخل. مخزن قديم جدا جدا جدا، زي ما انتم شايفين. حتى الباب بيبان خشب قديمة جدا مكتوب عليها المخازن، وفي غاف قصادها زي ما انتم شايفين كده. بسم الله، مكتوب مخزن الأوسلانس.
مش عارف مكتوب ايه بالظبط، مش واضح، لكن دي الغرف الموجودة حوالين المصانع. المخزن ده مقفول تماما، مقفول بخشب زي ما انتوا شايفين كده، بس انا نفسي اشوف ايه اللي جوه، فهنحاول نشوف اي فتحة كده نبص منها. ادور الداخل. انا حاولت اشوف اي فتحة بحيث اشوف ايه اللي موجود جوه، لان المخزن مقفول تماما ملوش اي مدخل. هنا المخزن كانوا عاملين له زي عربات كده على السكة الحديد، كان محطوط عليه زي عربيات كده بتمشي على سكة حديد، ديت اللي كانوا بينقلوا بيها الفوسفات، لان في الوقت ده ما كانش فيه ونشات وما كانش فيه معدات نقل غير العربات اللي بتمشي على السكة الحديد دي، زي اللي بنشوفها في الافلام القديمة. ادخل مخزن الفوسفات من اقدم المخازن. المخزن ده بقاله مئات السنين، المكان الوحيد في العالم اللي كانوا بيستخرجوا منه فوسفات، ودي اللي لسه متاح حاليا المخازن بتاعتهم، ولكن المخازن موجوعة وما فيهاش اي حاجة ومقفولة وممنوع الدخول. وفي مدخل تاني عامل زي المدافن. بسم الله. شايفين عامل ازاي؟ هنا معمول حاجات كده بالطوب زي ما يكون كان في زي خزانات ساقطة فيها، بس المكان شكله غريب جدا، غريب جدا فوق ما نتخيل. مش وهنا المخزن المهجوع، ولكن حابين نشوف اللي موجود من الشباك. مكان زي ما انتم شايفين مرعب جدا، ومحتاج قلب جامد عشان الواحد يكون لوحده في المكان زي ده. وهنا الجزء التاني، شايفين مكان عامل ازاي، ولكن في اصوات جوه عامله زي اصوات الخفافيش. اكيد المكان موجوع، فاكيد لازم يكون في خفافيش. المكان مقفول، مش هنعرف ندخل. اكتشف بقيت شركة الفوسفات لسه الشركة فيها مباني لسه ما دخلتهاش، ومن ضمنهم المبنى اللي في وش دوت. كل الاماكن ديت اللي كانوا بيخزنوا فيها الفوسفات، وفي الجزء اللي هناك ده لسه بقية الشركة. شركة الفوسفات كبيرة جدا، والشركة الوحيدة في العالم والمكان الوحيد في العالم والشركة الوحيدة في العالم اللي كانوا بيستخرجوا منها فوسفات في مدينة القوسية. نخش المصنع دوت زي ما انتوا شايفين. في مكان في الوش مهجوع جدا، شايفين في الوش هناك هنا خالص في مصنع مهجوع جدا جدا في الوش، شكله مرعب يعني. ربنا يسترها ونخلص جولتنا دي على خير. شايفين عامله ازاي؟ المكان ده تماما منعزل عن المدينة، مكان منعزل عن المدينة تماما، على البحر مباشر، مسافة بينه وبين المدينة السكنية اللي موجود فيها الناس. والمكان زي ما انتوا شايفين كده مهجور تماما، لا حد بيدخله
ولا حد بيجي جنبه ولا بيقرب منه. مكان مقفول من مئات السنين زي ما انتم شايفين كده. كل دي كانت مخازن فوسفات، فهندخل وربنا يستر. يلا بينا. ده جزء من المخزن، ولكن في جزء تاني. هنخش الجانب التاني من المخزن، وده اللي فيه كل التفاصيل. زي ما انتم شايفين كده، مكان قديم جدا وتصميماته قديمة، والبيبان، حتى البيبان بتاعت المصنع من مئات السنين. الخشب نفسه متاكل. ثواني، الخشب نفسه متاكل. ثواني عشان اكتشفنا حاجة. ثواني عشان اكتشفنا حاجة داخل المصنع. انا خدتك غياب على فكرة. لقينا كشف من الكشوفات اللي كانوا بيشتغلوا بيها، ولسه مكتوب فيها اسماء الناس اللي كانت بتشتغل. يا بص يا اسطى، من 1000 وكام؟ يا لهوي، بص الكشف 1997. تاريخ الكشف من 1997. ده كنز، ده كنز. احنا لقينا كنز. انتوا متخيلين كشف بأسماء العمال من 1997. تعالوا نكتشف باقي المكان ونشوف ايه اللي مستنينا. يلا نشوف ايه اللي مستنينا. انا اتخضيت. شايفين المكان عامل ازاي؟ ولكن انا بحاول ما اغوطش قوي في المكان، لان المكان اكيد مسكون وساكنه حشرات وحاجات تانية كتير، فانا مش عايز اغوط قوي في المكان. لكن تعالوا نشوف ايه دي حاجات تحت الارض، وهنا موجود حاجات مبنية. بسم الله بسم الله. دي غرفة، وعلى ما اعتقد كانت مكتب. تعالوا بقى نطلع من الجزئية دي، عشان الحقيقة قلبي اتقبض لما دخلت في الجزء ده. جزء فيه غموض شوية، مخيف. شايفين ده كان مكتب من ضمن المكاتب. وديت هنا غرفة شكلها غريب جدا، ولكن فيها خشب كتير، فما انصحش ان انا ادخل. يعني انا افضل ما ادخلش، ان فيها حاجات كتير، فممكن لا قدر الله يقابلنا ولا اعوذ بالله افعى او حاجة. مكان مش لطيف. هنشوف الورقة دي مكتوب فيها ايه.
قمع تشغيل صياعات. شايفين مكتوب ايه؟ شركة فوسفات البحر الأحمر. كل الحاجات ديت بقالها مئات السنين، يعني حتى شايفين الوعاء نفسه مصفاة. الوعاء نفسه مصفاة، عامل زي الوعاء اللي كانوا بيلاقوه من أيام الفراعنة. تعالوا بصوا التاريخ حتى. قمع تشغيل الصياد التاريخ 29/4/97، يعني من سنة 97. وده عامل إنتاج. برجاء التكريم سيادتكم. وهنا مبنى تاني لسه جديد الاكتشاف، زي ما انتوا شايفين كده. مبنى عملاق جدا، مصنع عملاق جدا وغريب جدا. في حاجات تحت الارض هنا، شايفين؟ شايفين؟ مكان غريب جدا. مازال حتى الآن المكان يساوي كنوز. مكان مهجور بمساحة رهيبة جدا، مكان على البحر. بصوا حتى الضعف بتاعت التخزين الدواليب، بصوا بقت عاملة ازاي. خشبها متاكل زي ما يكون طالعة من البحر من مئات السنين. كل حاجة موجودة في المكان قديمة جدا 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 جدا، يعني مكان عجيب، مكان عجيب. مكتوب مخزن واحد، تعالوا نشوف ايه اللي موجود فيه. مكان مقفول. شايفين؟ تعالوا نشوف الجزء المقفول دوت، لان انا بحب اشوف الحاجات المقفولة واللي محدش شافها قبل كده. فده جزء مقفول، ولكن هنشوفه من الشباك. الحمد لله كده خلصنا اكتشاف في شركة الفوسفات، ودي كانت من اقوى المغامرات اللي انا عملتها في مدينة القوسية. انا ما سبتلكوش جزء من شركة الفوسفات، ما اكتشفتهوش الحمد لله. اهم حاجة ما تضيعوش تعبنا دوت، وتدعمونا بلايك وتشيروا لكل المصريين، لان احنا عندنا كنز وكنوز كتير جدا لسه محدش بيعرف عنها حاجة. تابعوني، اعملوا سبسكرايب ودعموني بلايك وشير عشان نكتشف مع بعضنا اماكن تانية جديدة.